السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الصورة الباهتة اللي بتطلع من المالتي ال50 30 أو ال40 35 أو أيا كان نوع المالتي اللي أنت بتبقى شغال عليه، تعالى أعرفك دلوقتي الطريقة اللي تظبط بيها موضوع الخفان بتاع الصورة دوت بسرعة جدا. تعالى كده معايا، هتلاقي أنا اهوت السيستم، زرار السيستم ده هتدوس عليه. تمام، بعد كده هتدوس على السهم اللي موجود هنا قدامك ده، هتنزل على حاجة تحت اللي هي المينتينيوس، آخر حاجة اللي هي الضبط دي. تمام، هتدوس عليها. بعد كده تنزل تدوس سهم تحت، هتلاقي حاجه هنا اسمها الدروم ريفريش. قرب كده يا اسلام، دروم ريفريش. هتدوس على الدروم ريفريش. تمام، وهتستنى بالظبط دقيقه بحيث ان المكنه تبدا تستعين نفسها. دوت بيظبط معاك الكونتراست بتاع المكنه، وتاني حاجه بينضف الدروم وبيخلي الصوره بدل ما هي تبقى باهته بالشكل دوت. انا عايزك تركز معايا في الورقه. بص، لو تلاحظ كده يعني هي الكلام مش باين جدا. فانا هوريك دلوقتي الفرق ما بين الورقه ديت والورقه اللي المفروض هتطلع دلوقتي من المكنه. فعايزك بس اهم حاجه تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك عطل في المكنه بتاعتك فان شاء الله انا هساعدك. اكتب لي في التعليقات انا عندي مشكله يا باشمهندس مثلا في المكنه في حاجه في الحته الفلانيه مثلا، او مدياني عطل كذا، وانا ان شاء الله هساعدك. بالنسبه للجهاز ال 40 35 او ال 50 35 الكيوسيرا، فدوت بصراحه من احسن المكن. بسم الله ما شاء الله عليه، مكنه بجد يعني حمارة شغل يعني، بالعربي كده يعني، جميله جدا. فانا ارجحها لو حد فعلا قدامه المكنه ديت وعايز يشتريها، فانا ارجح له ان هو يشتريها، لان هي فعلا مكنه عمليه جدا وسريعه. 50 صوره في الدقيقه و40 صوره في الدقيقه، ومشاكلها قليله، زيرو اعطال طبعا، وهي جميله جدا وصيانتها خفيفه. ولو انت عندك واحده منها في المكتب او في البيت او في المحل واقف معاك اي حاجه فيها، هتبعت لي بس على اليوتيوب على الفيديو تقول لي مثلا. تمام، احنا دلوقتي هنطلع منها صوره، هندوس على الهوم ده. تمام، عشان نطلع عداد منها بندوس على السيستم ده. بعد كده هنلاقي عندك كلمه ريبورت اهي، ندوس على ريبورت. ريبورت برنت ستيج بيج، هتدوس يس. المفروض ان هي تطلع لك دلوقتي ورقه، واحنا هنقارنوها بالورقه القديمه دي، يعني دي لسه طالعه منها قبل الريفريش دروب. بص يا جماعه الفرق قد ايه، في فرق كبير جدا. وهنا بص الكلام مش واضح، لكن هنا بص الكلام واضح ازاي. الكلام هنا واضح جدا. فانت هتعمل العمليه دي مره او اتنين وان شاء الله تظبط معاكم. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.